صباح الخير. صباح الفل. شفتي بقى الازعاج ده على الصبح؟ لا عايزه اخلص. طب نضفي بقى كويس. طب ساعديني بدل ما انتي واقفه ترغي كده. انت على الصبح بجد. بقول لك ايه؟ عايزاكي. لا فوقك، مش هديكي فلوس. لا فلوس ايه بس؟ عايزاكي تفكري معايا بجد هعمل ايه؟ في ايه؟ دلوقتي انا عندي بروفة المسرح بعد الجامعه. اتحججت بعد ميلاد سلمى طبعا وماما ما وافقتش. طب ما اكيد مش هتوافق. طب هعمل ايه يا اروى بجد؟ دي الحاجه الوحيده اللي بعملها وانا مبسوطه يا اروى. لا فوقك بقى من حوار البروفا بتاع النهارده ده، وابقي ظبطي جدول المحاضرات من الاسبوع الجاي وخلاص. واكدب؟ ده على اساس ايه يعني؟ خلاص هعمل كده. بس انا لازم احضر النهارده. فانا عندي فكره بقى. مش انتي كنتي عايزه تغيري الكفر والسكرين بروتكتور بتوعك؟ خلاص يبقى انتي تقولي لها هتعدي على هند النهارده بعد الجامعه نعمل المشوار ده مع بعض. خش بروفة المسرحيه تستنيني الساعه دي بس، بعدين نطلع نروح نجيبهم ونرجع البيت مع بعض. واكدب؟ عشان خاطري بيبي بقى. دلوقتي بقيت بيبي ها؟ ماشي، بس خلي بالك ان امك لو عرفت حوار التمثيل ده هتقلب عليكي جامد ها؟ خلاص بقى سيبيها على الله. يلا انا هنطلق. ماشي. شفتيش موبايلي؟ هتلاقيه ورا. يا نهار اسود. في ايه؟ ماما خدت موبايلي ساعة موبايلها. يا لهوي. ايوه ماما. هو انت ليه غيرتي اسمك على موبايلي؟ ايه ماما دي؟ لا يا ماما انت سبتي موبايلك وخدتي موبايلي. خلاص بقى مش مهم، خلي موبايلي معاكي. هو ايه اللي مش مهم يا ماما؟ لا انا عايزه موبايلي. قولي لي انت فين؟ انت في الشغل؟ لا يا حبيبتي انا مش في مكان الشغل اللي انت عارفاه. ايوه ابعتي لي طيب اللوكيشن، بس ابعتي لي اللوكيشن على رقمك انت وانا هتصرف. ماشي. هنطلع نقعد في ربع ساعة عقبال أنكل عزمي ما يخلص. معلش يا بابا مش قادر اطلع، من فضلك اطلع انت بس ما تاخرش عليا. عارف يا مراد أنا جبتك معايا من الصبح ليه؟ عشان مشوار الاسم يا بابا اللي ملوش أي لازمة. لا، عشان عارفك وعارف دماغك. هتفضل كده تغل وتهري وتنكت. أنا كلمته وقال ينفع نعمل محضر. يا بابا بعد المحضر برضه. هم يشوفوا شغلهم يا مراد. يلا حبيبي نطلع نشرب حاجة يكون أنكل عزمي خلص ورديته ويكلمنا ننزل على طول. معلش يا بابا اطلع لوحدك بس أنا والله مزاجي وحش قوي النهارده. معلش. ماشي يا مراد. لا إله إلا الله، يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم على الصبح. إيه؟ هو أنت بتشوفيش؟ بتزعق ليه؟ ما انت واخد مكانين اصلا. هو أي كلام وخلاص واخد مكانين، في الوسع ده كله اركني في أي حتة. عايزة تركني هنا بالذات، في زفت كراك تستخدميه. ما حصلش حاجه خلاص. وأنا هستنى لما يحصل. انا مش فاهمه المفروض اعمل ايه يعني. ما خلاص. أنت بتتكلمي كده ليه أصلا؟ بس يا مراد خلاص. اتفضلي بقى حضرتك ارجعي عشان أعرف أطلع. ده أنت اللي اداك رخصة ظلمك. اللي اداك انت رخصه ظلمنا احنا، ما انت ما بتعرفش تركن اصلا. يا شيخ. ايه ده؟ خير يا باشمهندس حسن، في حاجه ولا ايه؟ أنت فين يا زفت من الصبح؟ موجود يا باشمهندس بس كنت بجيب كوبايه الشاي. حصل خير. على فكره يا استاذه حضرتك هنا مفيش ركنه اصلا. ليه؟ اشتريتوا الشارع؟ امشي يا ابني من هنا بدل ما احبسك. ايه؟ تحبسيني؟ احبسك روح يا رفعت، روح شوف شغلك يلا. ماشي يا هندسه، عموما هي اول ما هتطلع انا هحط الليمه ومحدش هيركن هنا تاني. حضرتك بقى هتتاخري ولا ايه؟ ده مالك اتاخر ولا ما اتاخرش؟ ايه ده؟ استغفر الله العظيم يا رب. غريبة جدا جدا يعني، وبتبجع. اتاخرتي ليه؟ اخرت ايه ماما؟ بقاليش 10 دقايق. يعني انت واقفه هنا ليه اصلا؟ تعرفي منعم؟ منعم مين؟ كنت بتجري امبارح من العماره وسلمتي عليه. ايه في ايه؟ معرفش. لما الورق وقع منك، أنا مش عايز منك أي حاجة بس غير عنوانه. انت بتقول ايه؟ ابعد يا ابني من هنا. ايه يا مراد فهمني. يا بابا والله العظيم البنت دي تعرف النصاب وسلمت عليه امبارح وانا بديله الاوردر. نصاب ايه واوردر ايه؟ امشي يا ابني من هنا بدل ما اجيب لك البوليس. بوليس ايه بس؟ هو قال حاجة؟ بيكلمكم بأدب. انا معرفش حاجه يا ماما. والله العظيم يا بابا هي. امشي يا ابني من هنا. خلاص يا مراد خلاص. خلاص يا حبيبي. قلة ادب. على فكرة مش قليل أدب، ما تقولوش كده على ابني. وتصدق بقى أنا اللي غلطان، عشان من أول ما خبطتني كان لازم أبلغ البوليس على الخبطة دي. بس بقى. اطلبي ده تاكسي يا حتى حبيبي. واقفة معاكي، ده القرف اللي بتشوفه على خلاص يا الصبح. ماما اهدي خلاص.
ايه ده؟ يا نهار اسود، يا نهار اسود. مبروك بيبي، عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ تعبتك معايا يا عم. تعبك راحه، بقول لك كده انت لقطتهم والله. ده انا عايز اقول لك بعد ما بعت لي عملت الاوردر جالي طلب عليهم تاني. هم دول بقى؟ هو الاوردر لمين؟ لمراد صاحبي. ايه الدنيا؟ وانت هتجيب بضاعتك منين؟ ليه؟ لا عادي، اصل حاجه نظيفه يعني. ليا كام واحد صاحبي كده قاعدين بره بيظبطوني وبنقسم يعني زي ما كلنا بنعمل، ولا ايه يا عم شيكو؟ يعني التيشيرتات دي جايلك من بره؟ ايوه. هو في ايه يا شيكو؟ لا مفيش اي حاجه. بقول لك ايه؟ انا حاسس شفتهم قبل كده التيشيرتات دي. طب ايه الفكر في ايه؟ مفيش اي حاجه، الموضوع بسيط بس يا صاحبي قلق شويه، ما تقلقش. انزل يلا، انزل يلا. ايه انا عايز افهم في ايه؟ فهمني في ايه طيب؟ انزل يلا. ايه الحاجات في ايه؟ انت فهمني في ايه؟ فهمني. قول لي كده من بره. فهمني. حضرتك هم هربوه من باب المطبخ. حضرتك هو اللي هرب لوحده يا باشا، ههربه ازاي بس؟ دي سمعه مكان. انا عايزك تهدي خالص وتاكدي انك مش هتخرجي من هنا غير ومعاكي حق. مش حق انا بس، حقي وحق كل البنات التانية اللي اتصوروا. احنا اتحفظنا على الموبايل خلاص، وصاحب الكافيه جاي في الطريق. حضرتك انا بقالي اسبوعين بس شغال، مش عايز مشاكل. عملتوا ايه؟ انا مش هسكت، انا هبهدل الدنيا اخر بهدله. هو ده الحيوان؟ ماما ممكن تهدى يا فندم؟ حضرتكم مش هتمشوا من هنا الا لما يجي لكم الواد. اتصل يا ابني بصاحب الكافيه يا ابني، استعجلوا خليه يجيب بطاقه الواد. يا باشا ماليش ذنب والله العظيم، حتى حضرتك اسال الهانم. مش حضرتك قعدت ساعتين او اكتر في الكافيه؟ حد قرب لحضرتك او ضايقك؟ يا نهار اسود، انا عاوزه اعرف مين صاحب التليفون وفينه. هنجيبه زي ما قلت لحضرتك، حقكم هيجي لكم. طب انا عاوزه اعمل محضر نفسي. اسمه تهريج والله، ده اسمه تهريج. مش عايز صوت بقول لك، انا عايز عزمي بيه. اقف هنا ما تتكلمش. انا عاوز عزمي بيه دلوقتي. اقف هنا ما تتكلمش. كنا في دوريه يا فندم في شارع 13، لقينا الاستاذ ده ماسك العصايه الخشب وبيضرب واحد فيهم، ولما سالناه قال انا بدافع عن ابني. يا حضرة الضابط، ناس جايه تضرب ابني قدام بيتنا، لازم ادافع عنه، وطول الطريق عمال اقول لحضراتهم كده، ما حدش عايز يسمعني. ممكن توطي صوتك؟ انا عاوز عزمي بيه دلوقتي. عزمي بيه ماشي. هو حضرتك بتهددني؟ يا عم سيبني. اوعى ايدك يا فندم، اللي هو بيقول هو اللي حصل. العيال دي جت اتهجمت عليا قدام البيت. هو في ايه النهارده؟ خير يا امجد بيه؟ العيال دي كانت تعمل مشكله في الشارع، بيقولوا ان في حد نصب على التاني، قلت اجيبهم ونشوف حكايتهم ايه. عرفت اجيبه. انتوا بتعملوا ايه هنا يا بابا؟ بابا انت مخلف بلطجيه؟ لا ما بابا البنت دي ظهر في الحب. انت اكيد مش هتتخانقي معايا صح؟ يعني انا متفهمه جدا ان انت طبعا قلقتي وان انت مش بتحبي دخول الاقسام، بس اكيد انا ما كانش ينفع اسكت. يعني لو على الاقل مش علشاني فعلشان خاطر البنات التانية. وانت ايه رايك؟ رايي ان اروى اتصرفت صح الصراحه، ما كانش ينفع تسكت. وانا رايي كمان زيكم. في الاول كنت خايفه، بس بعد كده فرحت ببناتي. بناتي ب100 راجل. خوفتيني. الحمد لله. ربنا يخليكي لينا يا ندى. زي ما ينفعش نسكت، برضو ما ينفعش نكذب. بتكذبوا عليا يا كلاب. ما عملتش حاجه يا ماما. في ايه بتضربيني يا ماما؟ بس اهدي، في ايه؟ فاكراني هبله قاعدين مرزوعين ساعتين في الكافيه مع مين؟ ما كناش قاعدين مع حد يا ماما. انت تخرسي خالص. انت يا كبيره يا كدابه. بتعلمي اخواتك ايه؟ بتعلميهم الكذب؟ انا اللي خليتها تكذب، كذبت علشاني. كان عندي بروفه في مسرح الجامعه وعارفه انك طبعا اكيد مش هتوافقي، فقلت لها تنزل تستناني نروح نجيب حاجه الموبايل بتاعها. بجد ما لهاش ذنب، حرام عليكي اللي بتعمليه ده. يا اخي حرمت عليكي عيشتك. برافت ايه ونيلة ايه؟ حاجه بحبها ونفسي اعملها. مش هتعمليها. عايزه اعملها يا ماما. عاوزه اقول لك حاجه، مفيش جامعه تاني، وانتي مفيش تمرين في قناه. انا هفرجكم. وده اللي تقدري عليه؟ لا اقدر على اكتر من كده بكتير. اتفضلوا ادخلوا على وقتكم، مش عاوزه اشوف وشكم.